لسه ما روحتش معرض الكتاب عشان خايف من الاسعار، تعال اقولك ازاي تروح معرض الكتاب باقل الاسعار، وكمان هتاخد كتب جميلة جدا وقيمة وباسعار حلوة ومناسبة جدا. في الحقيقة معرض الكتاب فيه كتب الغالية وفيه كتب اللي هي تعتبر رخيصة بس قيمتها عالية جدا. مش بس كده، لو ملكش في شراء الكتب تقدر كمان تستفيد بالندوات والحاجات والألعاب والأنشطة. مش بس انت بس، ممكن كمان أطفالك وتاخد كتب وترجع ذكريات زمان سمير وماجد، وكمان تاخد كتب حرفيا ب3 جنيه وتنتهي ب20 جنيه. وكمان ممكن تروح دور النشر المشهورة وتاخد عروض قيمة جدا جدا منها وتاخد كتب في قمة الجمال. يلا بينا نروح على معرض الكتاب ونعرف أحسن دور النشر، أو بمعنى أصح الدور النشر اللي عاملة عروض، وتقدروا تستفيدوا بخصم خاص جدا 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 على الكتب اللي انتوا هتشتروها. وكمان ممكن تروحوا ركن الطفل لو ملكوش في قراية الكتب وتستفيدوا بكمان بالندوات والحركات اللي موجودة هناك. وكمان تروحوا جناح الأزهر الجميل جدا 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 وتاخدوا مصلية وسبحة وكمان قرآن هدية، وتروحوا كمان على الندوة الجميلة دي، أو بمعنى أصح قراية القصص لأطفالك، وانت كمان هتنبسط من قلبك في المكان ده واللي برشحه لكم بشدة جدا. وهتلاقوا كمان على المسرح بتاع معرض الكتاب بتقام حفلات حاجة في منتهى الجمال. ومش بس كده، هتلاقي ندوة لشخصيات بتحبها على اليوتيوب. يلا بينا نبدأ في الفيديو على طول. لسه أول مرة يشوف قناتي، أنا قناة شوبينج ست البنات، ويلا بينا نروح معرض الكتاب ونعرف تفاصيل أكتر عنه. صباح الفل عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، صباح الفل عليكم من معرض الكتاب. معرض الكتاب السنة دي هو في دورته ال55، وبيقام طبعا في التجمع الخامس، واللي هو ليه أتوبيسات كتير جدا ممكن توديك من أي مكان فيكي يا مصر. وكمان مش بس كده، لو انت معاك عربيتك ممكن تقدر تركن في المعرض، وتذكرة الباركينج في المعرض 50 جنيه، لكن لو ركنت بره زي ما انا ركنت هتلاقي التذكرة ب40 جنيه. وده الباركينج هو بعيد شوية بس ركننا كويس جدا. هتتمشى شوية وهتدخل من بوابة رقم 4، هي موجودة قدام الباركينج اللي أنا ركننا فيه. هتلاقي فيه تنظيم حلو جدا جوه المعرض، وطبعا مكتوب لافتات مكتوبة الجناح أو الصالات اللي موجودة في المعرض. وهتلاقوا كمان في كده بهجة وحماس في المعرض، تقدروا ان انتوا تدخلوا وتشوفوا حاجات جميلة جدا جدا جدا. هتلاقوا فيه برضو صالة رقم 5 موجودة قدام صالة رقم 4، والصالة رقم 5 دي مخصصة للأطفال، بس أنا ما دخلتهاش أو ما لحقتش بمعنى أصح، لأن بصراحة دور النشر موجودة كتير جدا جدا. وهتلاقوا حوالين دور النشر أو بمعنى أصح الصالات أماكن بقى للمطاعم، وكمان ممكن تشربوا حاجة أو تاكلوا حاجة. بس هديكوا بقى شوية نصايح كده تروحوا بيها المعرض. أول حاجة انتوا هتروحوا بيفتح المعرض من الساعة 10 الصبح لحد 8 بالليل، ما عدا يوم الخميس والجمعة بيفتح من الساعة 10 لحد 9 بالليل. المعرض جميل جدا جدا وهتحس بأجواء كده مختلفة، بس نصيحة ليكوا تعالوا بقى بجاكيت كده تقيل عشان الجو هيزعلك بالليل. بمعنى أصح إن الجو في الصالات جميل جدا جدا وهتحس بالدفى، لكن بره هتلاقي حاجة مختلفة خالص. تقلوا عشان تحسوا بالدفى وما تحسوش إن انتوا عايزين تمشوا بسرعة. ممكن تقعدوا من الصبح لحد بالليل عشان هتلاقوا فيه حاجات وعروض جامدة جدا جدا لو انتوا ليكوا في قراية الكتب. أما بالنسبة للناس اللي هي جاية عشان تتفسح وتشوف برضو الأجواء بتاعة المعرض، فأنا هقول لكم على شوية حاجات حلوة جدا هتستمتعوا برضو بالمعرض، وهتشوفوا أجواء مختلفة وهتغيروا مع أصحابكم، وفرصة إن انتوا تغيروا وتشوفوا أصحابكم برضو. بالنسبة بقى لشخصية المعرض السنة دي،
شخصية المعرض هو الدكتور سليم حسن، وهو عالم الآثار الشهير. أما بالنسبة لشخصية معرض الكتاب الطفل، هو الكاتب الكبير يعقوب الشاروني. وهنا بوريكم شوية من الفعاليات الصغيرة والأنشطة للأطفال. هتلاقوا هنا موجود فيه ألعاب. الناس هناك لطيفة جدا ومتعاونة، وكمان بتحب البهجة والفرحة، وتقدر تلاقي أي حد يساعدك في المعرض. وهنا أنا بوريكم هو معرض الكتاب الدورة بتاعت 55. احنا دخلنا من صالة 4. صالة 4 بقى هتلاقوا فيها كذا حاجة وكذا دور نشر. أنا بوريكم في كل صالة أو كل جناح هتلاقوا فيه تويلت اللي حابين تدخلوا تويلت أو تتوضوا أو تعملوا أي حاجة. وهنا بدأنا دخول صالة رقم 4. هتلاقوا على إيدكم الشمال في دار حلوة جدا بتبيع مصاحف، وزي ما انتوا شايفين مصاحف حلوة وخطها جميل، وهتلاقوا أسعار مناسبة جدا جدا جدا. طبعا احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. تقدروا ان انتوا تشتروا مصاحف بأسعار حلوة وعليها خصم حلو جدا بصراحة. وهتلاقوا كمان مصليات وسبح وكمان استندات للمصحف عشان تقروا كده وتتمعنوا في المصحف وتنبسطوا كمان بالقراءة. أنا بصراحة جبت حاجة من هنا، وبصراحة سعر المصحف برضو حلو جدا، وأقدر أقول لكم إن انتوا تقدروا تشتروا وما تخافوش من الأسعار. ده بالنسبة لدار النشر اللي هي اللي أنا كنت فيها دلوقتي، وهي دار نشر تراث الإسلام. وبصراحة عندهم حاجات جميلة جدا زي ما أنا بوريكم. هنا السبحة اللي هنا ب30، والسبحة العدادة والبوصلة ب120 جنيه. وفي مصاحف كتيرة مختلفة وبيبقى عليها خصومات بتصل ل350 جنيه. أما بالنسبة للستاندات فهي أسعارها غالية شوية، لكن بصراحة في أسعار مناسبة كتير جدا جدا. ندخل بقى على دار النشر بتاعة الأهرام. عندهم خصم خاص جدا 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 ليهم. هتلاقوا فيها برضو كتب فقه، كتب روايات، أي حاجة انتوا حابينها، كتب تعليم للطفل وانتوا كمان ممكن تتعلموا فيها، كتب انجليش، كتب مترجمة. وبصراحة لقيت فيها حاجات كتيرة مختلفة. تقدروا تستمتعوا بدار الأهرام وتشتروا منها برضو روايات. تذكرة دخول المعرض هي 5 جنيه للفرد، وأنا حجزتها أونلاين، وهوريكوا الفيديو اللي حجزت فيه أونلاين هتلاقوه في الشورتس على اليوتيوب، وهقولكوا كل التفاصيل ازاي حجزت أونلاين توفيرا للوقت، وكمان عشان في زحام رهيب جدا على شباك التذاكر. وضيف شرف معرض الكتاب السنة دي هي دولة النرويج. دار أخبار اليوم والغنية عن التعريف، في خصومات برضو عليها، وفي كتب بتبدأ من 20 25 وبتصل ل50. في كتب 3D زي ما انتوا شايفين، في كمان ميداليات كده وسوفونير صغيرة. في حاجات برضو لو عايزين تحتفظوا بالعملة هتلاقوا في مكان هنا لبيع العملات لو عايزينها برضو سوفونير كده. وهتلاقوا برضو كتب للكبار وروايات كتيرة جدا جدا جدا. بصراحة في دارات كتيرة عاملة عروض، لدرجة ان في دارات عايزة تدي كتب للناس كده، بس مهم ان هي تقرأ. وهتلاقوا برضو في هدايا بتتوزع عليكم وانتوا ماشيين، فحاجة بصراحة ممتعة. حتى لو انتوا ملكوش في القراية هتلاقوا في ناس كده بتديكوا دافع ان انتوا تقروا وحماس كمان. وهنا بقى هتلاقوا طبعا الشخصيات الكرتونية، وطبعا ده ما يفوتنيش ولازم اتصور جنبها. وهتلاقوا فيه برضو حاجات للفقه وحاجات للشعراوي وكتب للتفسير. فبصراحة حاجات مختلفة وحلوة جدا جدا جدا. وطبعا ده للأطفال. في ركن خاص كمان برضو، ده دار المعرفة، واللي برضو جبت منه المصحف بتاعي وعنده عروض حلوة جدا.
دار المعرفة هو بصراحة المصاحف بتاعتهم مختلفة عن أي مصحف ممكن تشوفوه، فانتوا هتلاقوني في المعرض يعني مصورة كذا دار عاملة مصاحف طبعا عشان رمضان قرب، كل سنة وانتوا طيبين، وعشان كمان في خصومات فالحقوها، بصراحة حاجة في منتهى الجمال. وعندهم برضو استندات، وعندهم كتب فقه وكتب اللي هو قرآن. وهنا في الدار دي المميزة هتلاقوا فيه لوحات كده تعرفوا أحكام التجويد بالطريقة اللي هي الشجرة واللي هي المتعارف عليها، اللي هي تقدروا تحفظوا عن طريقها أي حاجة تقف معاكم، والطريقة دي مجربة في عدة بلدان. فبصراحة أنا استمتعت في الدار دي. واسم الدار مكتبة أولاد الشيخ للتراث. عندها حاجات برضو ممتعة، من أول مصاحف، من أول الحاجات البنرات اللي أنا وريتها لكم، من أول كمان في كتب طبعا قرآن، وإزاي إن أنت تتعمق في التفسير وكمان تفهم الدين وكده. فبصراحة عندهم حاجات كتيرة جدا جدا. والدار برضو اللي قدامهم عندهم حاجات برضو مختلفة ومصاحف وفقه، في حاجات بتتعدى 2000 جنيه، بس بصراحة في حاجات برضو قيمة وما تتعداش الرقم ده. هنا بقى لازم تزوروا جناح الأزهر الشريف، واللي فعلا بيديكوا هدية مصحف ومصلية وسبحة. وكمان في ركن الطفل هتلاقوا فيه حاجات ندوات وأنشطة للأطفال، وهتقدروا كمان انتوا كمان تستمتعوا بيها زي اللي هوريها لكم بعد شوية واللي أنا استمتعت بيها أنا شخصيا. يلا بينا ندخل نشوف في ايه. أول حاجة هتلاقوها هي مجلة نور، وهي دي اللي بيحكوا فيها قصص زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. كان معدي من الأول البقرة راحت معدية، راحت زارت القرية التانية، شافت البنوتة، عرفت اسمها، راحت عشان ترجع للقديم وتكلمه تقول له اسمها ايه ومكانها فين عشان يتجوز. بس هي رايحة للأمين اللي فيها طلعت مرة معلش يا أمين، أنا رحت والله قال لها معلش ولا يهمك، راحت ماشية. مشى بعد كده مين؟ حيوان ايه اللي مشى؟ الزرافة؟ الزرافة راحت ماشية الزرافة وعرفت ايه؟ اسم البنت. وهي راجعة برضه حصل ايه؟ وقعت تاني، راحت طلعت. معلش يا أمير، أنا عرفت اسم البنت بس ما عرفتش كان الاسم ايه؟ مش عارفة، أصل كان في حفرة وقعت فيها ورجلي بقت واوا. معلش، أنا هعمل ايه؟ واضح كده إن خلاص أنا يأست، ما عادش في. وهنا برضو في ركن الطفل هتلاقوا فيه رسومات حلوة جدا، بتضم طبعا رسومات القدس وفلسطين وحاجات تانية كتير جدا جدا جدا. وبصراحة أنا عجبني بجد الركن ده. أنا نفسي استمتعت وقعدت أتصور فيه كتير جدا، وانتوا كمان هتستمتعوا بيه، مش بس أطفالكم. وهتلاقوا برضو من ضمن الحاجات الحلوة اللي موجودة في الركن ده هتلاقوا فيه أنشطة تعليم الأطفال، اكسسوارز وحاجات هاند ميد، يقدروا يستفادوا كمان بالأجازة بتاعتهم ويعملوا حاجات مختلفة كتير جدا جدا جدا. واللي اتضم برضو في جناح الأزهر الشريف واللي هو ضامن ركن للطفل، جناح الأزهر الشريف مش بس كتب، هتلاقوا كمان في قاعات ندوات لكبار العلماء، وهتلاقوا في قاعات لكبار الزوار، وهتلاقوا كمان الحاجة المختلفة واللي موجودة في المكان الجميل ده. مش بس الصور اللي مليانة في المكان، بصراحة الألوان مبهجة جدا، تقدروا تتصوروا فيها. هي دي الأنشطة اللي بقولكوا عليها. بصراحة حاجات كتيرة مختلفة
في الركن بتاع الطفل ده. وانا شخصيا انا فرحت جدا ان في حاجات زي كده، لان بصراحة في الاجازة بالذات الطفل لازم تهتموا بيه، لان هو ده النشء، الحاجة الكويسة اللي المفروض نطلعها ونطلع اجيال مبدعة وجميلة. وطبعا هنا الشخصية بتاعت الجناح، وهنا زي ما قلت لكم البانوراما دي هي دي اللي فيها الندوات، وفي قاعة كبار زوار، وفي حاجات كتيرة جدا جدا جدا. واللي هتلاقوا كمان المختلفة في المكان ده، هتلاقوا فيه بيعقد برضو زي ندوات بره، وبيتكلموا عن أفكار وحاجات كتيرة في الدين، وبتهم كمان كل الأسرة، مش بس الأم والأب، لأ كمان الأسرة ككل. فبصراحة حاجة حلوة جدا. وطبعا القدس فيه رسومات عن القدس زي ما انتوا شايفين، وفلسطين. وده ركن الفتوى. مفاجأة، أنا صراحة مش عارفة أقول إيه، لأي حد عنده فتوى هتلاقوا فيه جزء مخصص للفتوى، واللي أنا برضو انبهرت بالعدد اللي موجود فيه. أي حد عنده سؤال بيجيبوا شيوخ نجاوب لكم على أي سؤال. وفي هتلاقوا هنا برضو في الستيج بتاعت المعرض بتقام حفلات، واللي منها الحفلة اللي أنا شفتها دي، وبصراحة فرحت جدا. وهتلاقوا في حاجات مختلفة كتير جدا جدا جدا. بذكر النبي قلبي نمال، بذكر النبي قلبي نمال، والما يصلي عالزين خاسر، راح للنبي وانفق المال، بلا المال ما اقدرش اسافر. من الحاجات المهمة في معرض الكتاب وهو السور الأزبكية، وهتلاقوها في صالة 4. حرفيا هتلاقوا كتب ب10 جنيه. مش بس كده، في ب10 و20، وفي مجلدات بتصل ل40 جنيه. فانتوا هتلاقوا أسعار تحفة جدا. لو بتدوروا على أي بحث مثلا باللغة الإنجليزية أو أي كتب بالإنجليش، هتلاقوا أسعار حلوة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين 40 30 20 10، وفي حاجات كتيرة حلوة جدا جدا. أي حاجة بالإنجليش ب75، وفي أسعار ممكن تفصلوا معاهم فيها. لأن سور الأزبكية مش بس كتب قديمة أو طبعات قديمة بس، بصراحة مش متهالكة. هتلاقوا فيه كتب حلوة جدا، ومش لازم يكون كتب طبعة أولى عشان نشتريها ونستفيد منها. لا بجد والله هتلاقوا فيه كتب حلوة جدا جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين كتب كتيرة جدا جدا في سور الأزبكية، وفي كمان مصاحف وحاجات كتيرة مختلفة. ممكن تقدروا كمان تشتروا حاجات مجلدات. وهنا في مرسال هتلاقوا الظرف واللطف والجمال. بصراحة أنا شفت حاجات كتيرة مبهجة في المعرض وحاجات حماسية، وأنا نفسي استمتعت. يلا نستريح شوية وناخد من كافيه المنارة حاجة نشربها أو حاجة ناكلها. والأسعار هناك برضو يعني في منها المرتفع وفي منها برضو اللي تناسب الجميع. وممكن تجيبوا معاكوا أكل عشان توفروا الموضوع ده. هنا بقى في صالة رقم 3، واللي هندخلها دلوقتي ونعرف في جواها دار نشر ايه. استمتعت بصراحة بكل دار موجودة في المعرض، سواء بقى اشتريت منها أو ما اشتريتش، بس كفاية أجواء الكتب وأجواء الناس اللي هي راحة عشان تشتري كتب. فبصراحة حلوة جدا. وهتلاقوا فيه روايات وكتب تنمية بشرية بأسعار جميلة جدا جدا. في زي ما انتوا شايفين الكتب ب50 جنيه، وفي أسعار مناسبة، وفي خصومات عالية جدا في المعرض. كتب تعليم إنجليش للأطفال، وكتب رسوم متحركة بحيث إن الطفل لسه ناشئ تلفت انتباهه أكتر الكتب اللي فيها 3D وحاجات وألعاب. زي ما انتوا شايفين في ألعاب اهي،
وفي وزارة الشباب والرياضة شفت بصراحة يوتيوبر مشهور جدا وهو الدحيح. بالنتيجه النهائيه الناس هنا بيقولوا ان مواجهه النفس وانك تقعد وتعمل الحاجه اللي انت المفروض تعملها، المخاطره هنا ان النتيجه النهائيه ممكن تكون فعلا بتعبر عن القدرات، ودي لعبه نفسيه كتير من الناس بتبدا لما ما تكونش عايزه تواجه القدرات. انا هرمي اليوم على سلوكياتي مش عليا انا كانسان معاصر يعيش اليوم. لما يبقى قدامك خيارين، ماتش بلاي ستيشن سريع كده يقعد له بتاع 7 ساعات مع واحد صاحبك، او انك تقعد وهنا زي ما انتم شايفين المشروع الوطني للقراءة واللي بيبهجوا الأطفال فيه، مش بس الأطفال اللي في أعمار مختلفة، الأطفال اللي زي برضه عايزين ينبسطوا. هتلاقوا هنا في وزارة الثقافة ووزارة الدفاع ووزارة الحاجات دي ممكن تدخلوها برضو وتطلبوا منهم سوفونير. وكمان هتلاقوا في بلدان زي مملكة البحرين، عمان، السعودية، بتعرفك ازاي تسافر لها مجانا، وفي نفس الوقت ممكن تاخدوا برضو سوفونير منهم او هدية تقول لهم عشان تفكروني بالبلد دي. وكمان هتلاقوا البورصة المصرية، ممكن تفتحوا حساب في البورصة في معرض الكتاب. مش بس كده، في حاجات كتيرة جدا جدا زي ما انتوا شايفين في هيئة المشاركة للكتاب واللي هي بتاعت أبو ظبي. وبصراحة في حاجات ممتعة، هتلاقوا في ترجمة، منحة الترجمة. لو عايزين تتعلموا انجليش ما تنسوش تروحوا قوات مسلحة في هيئة الرقابة الإدارية، هتلاقوا في حاجات كتيرة قوي في معرض الكتاب تقدروا تستمتعوا بيها. وهنا مركز أبو ظبي وحاجات للغة العربية. ويلا بينا نرتاح وسط اليوم المزدحم والمليء بالطاقة والنشاط والحماس، وناخد كده أكلة أو جولة برا. وبصوا المطاعم موجودة كتير جدا جدا، في منها الغالي وفي منها اللي هو في المعقول. انتوا اختاروا، يا اما تجيبوا حاجة معاكوا في وسط اليوم ده عشان هبطوش بس كده. وهتلاقوا بقى حاجات كتيرة. يلا بينا نكمل بقية الفيديو. بعد كده في صالة 2 هتلاقوا دار آفاق للنشر والتوزيع، وبرضو في عروض حلوة جدا في الدار دي. بتبدأ من كتاب في أسعار متفاوتة، في عرض 100 جنيه، في عرض 40، في عرض 50. ففي حاجات مختلفة في الدار دي، وعجبتني بصراحة رواياتها قمة في الجمال. لما تيجوا تختاروا كتاب دايما بصوا على الفهرس من ورا، ده أهم من الفهرس من قدام. وهنا بقى هتلاقوا في الهيئة العامة للكتاب واللي فيها أسعار كتب حرفيا تبدأ من 3 جنيه، هتلاقوها في صالة واحد أو جنب صالة واحد قبل ما تدخلوها. فبصراحة حلوة جدا جدا جدا. وهتلاقوا برضو مجموعة من الكتب القيمة اللي موجودة في الدار دي. يلا بينا ندخل بقى صالة واحد. وهتلاقوا هنا الدار دي بتهتم بالكتب اللي هي بتاعت الصحة، وان انتوا تعملوا تهتموا بصحتكم. اما بقى دار النشر اللي انا بحبها جدا وبحب اجيب منها هي دار داون للنشر والتوزيع، وهتلاقوا فيها كتب حلوة جدا للسيلف ديفلوبمنت او التنمية الذاتية، وهتلاقوا في كتب غاية في الجمال. فبنصحكم برضو بالدار دي، واللي عاملة عروض جامدة جدا ان انتوا تشتروا كتابين تحصلوا على الكتاب الثالث 30% خصم. لو اشتريتوا 3 كتب هتشتروا الكتاب الرابع بخصم 60%. اما لو اشتريتوا 4 كتب فهتشتروا الكتاب الخامس بخصم 80%. ولو اشتريتوا 5 كتب هتختاروا الكتاب السادس هدية.
وبصراحة ما تقدروش تستغنوا عن الكتب بتاعة السيلف ديفلوبمنت أو التنمية الذاتية، لأنها بجد بتخليكوا كده عندكوا باور وطاقة رهيبة جدا جدا. أنا كده خلصت جولتي في دار داروين، وخلاص الليل ليل علينا، وبصوا أجواء بقى معرض الكتاب بالليل بصراحة حلوة جدا، وكمان الأنوار وكده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك، ولو لسه أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، واستنوني في فيديوهات جديدة تانية مختلفة من شوبينج ست البنات، وباي باي.